يا لهوي الواحد رجليه وجعته من السلم. ايه يا حماده، هدخل الحاجه اللي معايا دي المطبخ واجيلك. ايه يا نور؟ ايه يابا؟ جبت الحاجه؟ رجليا وجعتني من السلم يا حماده. وجعتك؟ لا بقى، الف سلام عليك. طب بقول لك ايه؟ طب ما يدوب كده، ما تقومي بقى املي السبت يلا وغيري هدومك كده، اختي وحشاني موت. نعم. هو احنا رايحين لمين؟ رايحين لمين؟ هو انت ايه وانا صدمتك؟ هو انت ما تعرفيش ولا ايه؟ احنا رايحين لاختي. لا يا حماده، احنا رايحين لاخت انا يا حماد، مش اختك انت. ازاي رايحين؟ انت بتنسي ولا ايه؟ ما انا جاي لك اول امبارح احنا رايحين لاختي ان شاء الله باذن الله النهارده، وكلمتها وهي مستنياني. قومي املي السبت وغيري هدومك عشان رايحين لاختي، كانت تعبانه وجوزها تعبان. يلا. لا يا حماد، انا هقوم اغير هدومي وهملى السبت والحاجات اللي انا جايباها من تحت ديت لاختي، ونروح لاختي النهارده. لاختك؟ يعني انت صاحيه من بدري كده وعماله تجيبي حاجات على اساس ان انت رايحه لاختك انت؟ ايوه يا حماده، ده هتفرح لما تشوفني. طب لا، اختك هتفرح ان شاء الله باذن الله. نروح لاختي النهارده ونفرح اختك يوم تاني. نفرح اختك امتى؟ كمان يومين. يلا يا ست قومي اتاخرنا. لا اله الا الله. بقول لك ايه يا حماد، ما فيهاش حاجه يعني يا حماده لما النهارده نروح لاختي واختك، لما ربنا يسهل يا حماده بنروح لاختك. يا بنتي ازاي يا بنتي مستنياني؟ طيب هقول لها ايه؟ طيب لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه، هنروح لاختي النهارده وانت اختك يوم تاني. بقول لك ايه بقى يا حماده، مش هندنا نتحايل على بعض، والله لو ما سمعت كلامي ورحنا لاختي النهارده لا ماشيه وسايبه لك البيت. يا بنتي طب بالراحه، طب انت بتعلي صوتك ليه؟ طب اللي مستنياني دي هقول لها ايه؟ لا تقول لها ايه؟ كلمها في التليفون واعتذر لها يا حماد. يا بنتي هتكسف. طيب اعتذر لها اقول لها ايه؟ طيب هقول لها ما جيتش ليه؟ تعبان قولها انا تعبان ومش قادره اجي لك يا اختي. يلا. خلي بالك انت بتنشفي دماغك في حاجات كده، انا مش عارفه اعمل لك ايه اقسم بالله. معلش يا اختي مستنيانا، هتفرح اما تشوفني. كلم بس اختك يلا واعتذر لها. لا حول ولا قوه الا بالله. الو. ايه يا اخويا انت اتاخرت كده ليه؟ ده انا مجهزه الغدا ومستنياك. كان مبسوطه قوي يا حماده والله. عمك ابو يوسف عمال يسال عليك والله كل شويه. مالك في ايه؟ انت مش جاي ولا ايه؟ اني لا تعبان جو، تعبان جو يا سام. ربنا ما يوريك والله يا صدري. بصي مش قادر اخد نفسي خالص، ومش عارف عندي دوخه كده مش عارف فيه ايه. تعبان يابا. ادعي لي ربنا يشفيني. تعبان جو يا سام، تعبان. ايه تعبان؟ مالك يا اخويا في ايه؟ لا الف سلامه عليك يا حبيبي، ربنا يطمني عليك يا رب. لا 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 ما تشغلش دماغك، ارتاح انت وانا هبلغ عمك ابو يوسف. لا يا حبيبي ربنا يطمني عليك يا حبيبي، ربنا يشفيك يا حبيبي يا رب. يلا يا حبيبي مع السلامه، سلام. اقول عليك ايه بس يا شيخه؟ جلجتها يا شيخه، وجعت قلبها كده على الفاضي يا شيخه. ما كنا رحنا لها يا شيخه يا حماده ولا جلاجتها ولا حاجه بقى يا حماده، في ايه؟ من الموضوع عدى وخلاص. بقول لك ايه، انا هقوم بقى اجهز السبت عشان نروح لاختي. الله يبارك لك. قوم يا اختي. ماشي. طب اعمل لك قهوه ولا شاي؟ لا يابا الله يبارك لك مش عايز ماشي يابا، راح اجهز بقى. حنينه جوه قلبك، حنين. قهوه ولا شاي جاي؟ الله يسامحك يا شيخه. ما يلا بقى يابا. يلا يابا، انا كلمت اختي وقاعده مستنيانا، جهزت السبت وخلصت اهو. يلا عشان مش نتاخر. يلا. مستعجله؟ ما احنا رايحين لاختك. لا حول ولا قوه الا بالله. يلا يابا يلا. يلا يابا اتاخرنا. مستعجله جو تاخرنا؟ ما احنا رايحين لاختك. مستعجله جو تاخرنا. خلاص بقى يا حماد. ما مش عارفه اقول لك ايه بس. طب يلا. اخويا حماده انا لسه هرنا الجرس. مالك يا حماده في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ الف سلامه عليك. مالك فيك ايه؟ انت رايح فين يا حاج؟ وقلت تعبان يا حماده؟ مفيش حاجه والله يا سهام، ده اني بس كنت ايه يا حماد، مكسوفه تقولي لها ولا ايه؟ تروحي كده يا عمتي، احنا واخدين الزياره دي ورايحين لاختي النهارده، وقلنا بكره ولا بعده هنبقى نروح لك. روحي يا نوره، مش في فرق، بس مش يقول ان هو تعبان ووجع قلبي عليه يا نوره. والله خدني عليه. انت عارفه انا مش ليا غيره في الدنيا والله يا حماده. عمك ابو يوسف كان عايز يجي معايا بس هو عشان هو انت عارف تعبان. معلش. الف سلامه عليك يا حبيبي. طب تعالي. خلاص بقى يا حماده، عشان هنتاخر على المشوار اللي رايحينه. معلش يا عمتي، انت عارفه ان احنا رايحين لاختي. يا نوره كده مش كنت جايه اقعد، انا جايه اطمن على اخويا يعني. ماشيه روحي يابا انت مشوارك. ماشي يلا يا حماده عشان مش نتاخر. يلا طب اطمنت عليك يا حبيبي. يلا يابا عشان مش نتاخر. استنى يا سام. هنتاخر على المشوار. استنى يا سام، انا جاي معاك. ايه يا حماد؟ اوعي. ايه؟ اوعي ايدك. يلا انا جاي معاك. انا رايح مع اختي ان شاء الله باذن الله. بكره ولا بعده اما ربنا يسهل نبقى نروح لاختك. حماده انا كلمت اختي في التليفون ومستنياني. طب ما انا كنت كلمت اختي في التليفون وكانت مستنياني، وخليتيني كلمتها اقول لها انا تعبان. رن انت على اختك بقى قولي لها انا بموت مش قادر اجي. اللي انا عملته في اختي اعمليه انت في اختك. ليه كده يا بنت الناس؟ انا ما بعملش فرق. الحمد لله انت فوقتيني. انا كنت همشي في سكه ما فيهاش رجوع. النهارده
هتبدي اختك على اختي، قدام شويه هتخلينا قاطعها خالص. لا ياما اسمعي بس عشان تبقى عارفه. يلا يا سهاد، انا عندي اختي، انا وعدت نفسي وخلاص قلت هروح، فلازم لازم اوفي. انا راح لاختي ياما ان شاء الله باذن الله يومين 3 وهنبقى نروح لاختك. اصحى يا ابن الناس عشان ما تروحش في سكه مش هتعرف ترجع منها. هي كده قسما بالله التنازل بيبدا بخطوه. لو اختها تعبانه واختك تعبانه اختك اولى. المال مالك يا ابن الناس، الله يسترها معاك. ما تجيش قوي على اللي منك وتود اللي مش منك يا اسطى. اختك يابا لحمك ودمك، الله وكيل هتتسال عليها يوم الدين. الله يبارك لك. لو معاك 8 زياره واحده واختها تعبانه واختك تعبانه اللي منك اولى يلا دمك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.